يروى أن نبيا من أنبياء الله ألقي أمام آلاف الأسود، وكانت تلك حادثة حقيقية وقعت في زمن مضى حين أمر ملك بابل داريوس بإلقاء النبي دانيال عليه السلام في جب الأسود. وكان جب الأسود حفرة عميقة تلقى فيها الأسود الجائعة، وتعد من أبشع وسائل الإعدام إذ لا يخرج منها أحد حيا. وقد صدر هذا الحكم لأن النبي دانيال عليه السلام رفض عبادة الأصنام وأبى أن يسجد لغير الله وسجد لله وحده. حل الليل واشتد الظلام، وخرجت الأسود الجائعة تحدق به، وكان كل نفس ينذر بالموت. عند أن حنى دانيال عليه السلام ورفع قلبه قبل لسانه داعيا الله مخلصا، فلما أصبح الصباح نادى الملك بصوت مرتجف: يا دانيال، هل أنقذك إلهك الذي تعبده؟ فجاءه الجواب من داخل الجب: أيها الملك الظالم، إن الله قد أرسل ملائكته فأغلقوا أفواه الأسود، فانقلب العداء أمنا، وتحولت المحنة إلى آية عظيمة، وكانت تلك كرامة من الله تثبت أن الله لا يخذل الصادقين ولا يترك أولياءه وحدهم أبدا.